لا لا يا عم، هدي اعصابك كده، وحد الله وصلي، صلي على النبي في قلبك يا عم. يا يوسف، يوسف، وحد الله يا عم وصلي على النبي في قلبك. صلي على النبي بس. يوسف حسن لاعب نادي الزمالك او اللاعب السابق لنادي الزمالك. كلنا شفنا امبارح حلقته مع كابتن ابراهيم عبد الجواد وحسره الولا وحسره قلب امه عليه. لما يطلع اللاعب في البرنامج ويبكي بالدموع ووالدته تتصل وهي على المكالمه تبقى هين عليها يا عيني تعيط وتبكي، يبقى الموضوع ما تحولش من تشجيع كوره وتشجيع نادي وتشجيع نادي منافس. لا، الموضوع دلوقتي يا جماعه بقى انسانيا. لاعب مصاب عندك في نادي الزمالك من شهر 2 لشهر 10. ايه الدنيا؟ فين العلاج؟ طلب ان هو يتعالج اكتر من مره، كلم استاذ هشام نصر، راح النادي، راح يتعالج بره مع دكتور على حساب النادي. الراجل اتفاجئ بعد كده ان النادي ما بعتش فلوس للدكتور، الدكتور بدأ يطالب بفلوسه. لما جه يكلم النادي، جه مدرب النادي بعد كده قال له تعالى اتأهل عندنا. بعد لما راح يتأهل عندهم بيجري حوالين الملعب، يروح كابتن عبد الواحد السيد بناء على كلام الولد يقول له مستر جوميز مش عايزك تجري حوالين التراك بتاع الملعب. الراجل بكل عقلانيه رد عليه وقال له هو لو لاعب كبير حصل له اللي حصل لي هتسيبوه؟ وبعدين هو جوميز يعرفني منين وهو ما شافنيش قبل كده اصلا؟ فيا جماعه دي مش انسانيه. احنا دلوقتي كده هنحول الموضوع كله لحاجه شبه قصه احمد رفعت، هنرجع كلنا نندم عليها. بس الحمد لله الولد خف، الولد خف من الاصابه، وفي اخبار عن ان نادي انبي رجع الولد تاني في صفقه انتقال حر. اللي مزعل الولد ان هو بيقول انا بعد ده كله انا ما عملتش حاجه لنادي الزمالك، قعدت اكلمهم 3 شهور وقعدت اكلمهم شهرين وعايز اتعالج ومش عارف اتعالج وكل الكلام ده، وقاعد في البيت، قاعد في البيت من شهر 2 لشهر 10. والدته طلعت اتكلمت، والدته طلعت بكت وهو الولد بكى على التلفزيون. وبعد كده يجي يقول لك انا اتفاجئت ان هم بعتوا القايمه بتاعت الفريق واسمي مش موجود فيها. طب انت جايبه ليه؟ انت مخليه عندك ليه؟ انت كنت مخليه كل الفتره اللي فاتت دي على ذمتك ليه؟ ما تقوليش عشان بتعالجه. وبعيدا بقى يا جماعه ان جمهور نادي الزمالك شايفين ومشخصنين الموضوع بين اهلي وزمالك. طب ما انت عندك مؤمن زكريا، حسام عاشور رميته، مش عارف مين. يا جماعه الموضوع دلوقتي والله العظيم ما اهلي وزمالك. الموضوع دلوقتي اللي شاب زيي وزيك وزي ناس كتير ووالده زي والدتي وزي والدتك طالعين بيبكوا يا جماعه قدام الناس كلها، والراجل ابراهيم عبد الجواد بيهديه، والراجل كل شويه كان بينزل بوست. جمهور طلع وقال جمهور الزمالك فيهم اللي كان قالب عليا لانهم ما يعرفوش القصه عشان انا بنزل على السوشيال ميديا، وفيهم اللي ضغط على الجمهور. يعني اللي ضغط على الجمهور ده ما بيفهمش، واللي هاجم الولد ده هو اللي بيفهم. عشان بس يا جماعه الموضوع بلاش يتحول ما بين اهلي وما بين زمالك. احنا دلوقتي قدام حاله انسانيه، قدام حاله مش عايزين ان هي تتكرر زي حالات كتير شفناها في الدوري المصري او شفناها في العالم او شفناها في حياتنا عموما. بلاش الضغط النفسي وحش، الدعم النفسي كويس، اللاعب كان محتاج الدعم النفسي. وفي النهايه ربنا يوفقه في اللي جاي، واتمنى ان كلنا نسانده، اهلي زمالك اسماعيلي كل الكلام ده، كل الجمهور يسانده، لان اللاعب دلوقتي محتاج مننا الدعم النفسي. السلام عليكم.